باربي أسوأ فيلم في التاريخ. باربي أحسن فيلم شفت في حياتي. دخل عدل القطاع ديال الهضره. أول لقطة في الفيلم بادية بنات صغار كيلعبوا مونيكات قدام في الصحراء بحال العصر الحجري، حتى كتبان لهم باربي كبيرة. ملي كيشوفوها كيهرسوا دوك المونيكات اللي في يديهم. هذه ريفيرونس ديال سبيس اوديسي فاش القروده اكتشفوا التكنولوجيا اول مره. عرفناها ريفيرونس ديال سبيس اوديسي، ولكن اش كتعني هنا؟ اش كتعني؟ البنات كيهرسوا مونيكات اللي كانوا كيلعبوا بهم دور الام. هذا هجوم على الامومه. بغاو يقولوا للبنات تمرضي على دورك البيولوجي في هذه الحياه وسيري عيشي حياتك راسك بحال باربي. ولكن المخرجه عندها الاولاد والقصه فيها ام مع بنتها، كيفاش غتهاجم الامومه؟ وراه الراويه قالت بصريح العباره اللعب ديال دور الام يقدر يكون ممتع شويه ولكن ماشي دائما. سولي ماماك، يعني راه تمك طلعتي ليها في راسها ما كرهاش تهنى منك. نسيتي واقيلا بلي فيلم كوميدي، تقدر تكون نكته. انا بان لي دس السم في العسل او صدح كينا قرايه، ما كتعرفش الفيمينيزم مزيان. والمهم هذه غير البديه، تسنى شويه ما عرفتي تكون هذه غير فكره فرشوها باش ينتقدوها من بعد. راه بصح هذه غير البديه ديال الفحش والانحلال اللي مازال جاي. المهم كنشوفوا باربي عايشه بحال شي لعبه في العالم ديالها، الدوش ما فيهش الماء، الكاس ملي كتشرب، البيسين ملي كتنزل من فوق الدار حتى الطوموبيل كتنزل نيشان بحال شي واحد كيلعب بها، حتى كتبان صاحبتها ميدج اللي كانت حامله وتقطعت من السوق، والراويه تهكمات على هذا الموضوع. الشركه ماتيل كانوا خرجوا مونيكا حامله سميتها ميدج، ولكن تشكاو من الناس وتقطعت. وعلاش تشكاو منها؟ قالوا تشكاو حيت خافوا تشجع على الحمل ديال المراهقات، حيت كان معروف بلي باربي ديك الساعه في السن ديال المراهقه. وماشي العخر هذا مخرجينها حامله كتباع بوحدها، يعني فما الفهم. ولكن من بعد راه زادوها الخاتم، ولات كتخرج بالخاتم ديال الزواج وكتجي مع شخصيات اخرى راجلها ولدها. هادشي في الستينات ولا مع التسعينات، راه عاودت خرجت في 2013 كتباع بوحدها بقصه اخرى بلا ولاد بلا راجل بلا والو، باش تعرف الخبث ديال هاد الشركه. وما تعرف عاوتاني يكونوا بدلوا القصه حيت كثرت عليهم انتقادات بحال اي شركه كتبيع اي حاجه. واخ ومن 10 دقائق الاولى باديه بنكته جنسيه، الرجال مجموعين كيقولوا لبعضياتهم البيتشي اوف. وراه فيلم كوميدي ولكن راه ديال الدراري الصغار. واش الدراري الصغار تضحك معاهم بيتشي اوف بهاند جوب؟ وعلى البدايه عاوتاني باين داك المتحول هاي باربي صوته غلط من صوتي، فيلم ديال الدراري الصغار. المهم باربي فاقت واحد النهار لقات حياتها تخربقات، جسمها بداو كيبانوا فيه العيوب، رجليها اللي كانوا واقفين على صباعها طاحوا ولا مسطحين. هذه زوينه. تارانتينو. المهم قالوا لها ما بقيتيش خدامه مزيان، خاصك تزوري واحد باربي كيعيطوا ليها ويرد باربي، دايره بحال ليزبيان. ويرد باربي لعبوا بها بزاف، خربقوا لها في وجهها بالستيلو، قالت لها ضروري ما تمشي للعالم الواقعي وتلاقاي مع البنت اللي كتلعب بيك، حيت المشاكل اللي عندك جايه من المشاكل اللي عندها. انت مخربقه حيت هي حزينه. ناري على تفاهه، شنو نورا ناس كيديروا وداش كيدير. هنا كاينه ريفيرونس ديال ماتريكس خيراتها ما بين طالون وصنداله بيركنستوك بحال الريد بيل والبلو بيل. هنا طالون ولا صنداله فيها رمز ديال معايير الجمال المفروض على الانثى من المجتمع ولا الراحه ديالها، باغي المراه تخلى على الانوثه ديالها باي طريقه، ما كرهوش تنوض اللحيه بحالك. كتمشي في رحله للعالم الواقعي وكيتبعها كاين تابعها بلا خاطره لاصق فيها، دايرينو ضعيف الشخصيه وما عندوش قيمه بحال الرجال الاخرين اللي كاينين في عالم باربي. ولكن هادشي مبازي على الالعاب ديال باربي اللي بصح فيهم باربي هي الاساس وكان جا من بعد. وعلاش دايرينو مرطبينهم بنتي؟ باش يجيو مع المحيط اللي هما فيه صاحبي، مع الالوان وداكشي. وما تنساش بلي هما مونيكات، يعني داك اللوك ديال الماكياج واللبس باش يخليهم يبانوا بلاستيك. ربما داك اللوك خلاهم يبانوا بنتي، ما عرفتش انا جاوني عادي. واخا نخليو عالم باربي نقولوا هذوك مونيكات. ومع وصلوا للعالم الواقعي الدقيقه الاولى بدا كلشي كيهاجمهم وكيتحرش بهم، حتى البوليس ملي شدوهم تحرشوا بباربي. واش للدرجه صاحبي؟ بلا ما تقول لي هذه ماشي شيطانه للراجل ديال بصح. علاش ما تقولش دخلوا في الموضوع اللي بغاو يناقشوا نيشان بلا ما يخليوك كتسنى ويجيك الملل؟ وما كاين غير هذا الموضوع، ما يقدوش يبداو بشي حاجه عاديه، بشي رياكسيون كتضحك ولا شي حاجه هكا يكفي فيلم كوميدي ولا زربانين على الفيمينيزم بحال غيطير، باش تعرف بلي هذا الفيلم ماشي بريء ومن الاول كتبان النوايا اللي موراه. لا مازال ما وصلنا حتى 30 دقيقه ما تقدرش تعرف النوايا حتى تسالي الفيلم وتحط كل حاجه في السياق ديالها. واخا كمل. كاين ضرب دويره شاف الرجال حاكمين في العالم الواقعي، عجبوه الحال زادوا فيه بزاف. واش ما كاينش كاع عيالات عندهم مناصب؟ وراه كوميديا هذه، راه المبالغه جزء من الكوميديا، ما تنساش لو جونغ اللي انت فيه، كاينش اللوجيك. وراه غير شويه اللي في بي اي كتعيط للشركه ماتيل كتقول لهم راه هربوا لكم جوج مونيكات، واش تاخذها بجديه حتى هذه؟ راه باينه كوميديا ولكن حامض ما ضحكنيش. ضحكك ولا ما ضحككش، المهم داكشي ماشي جدي، هذاكشي غير ميتافور. واخا ميتافور، اجي نشوفوا هاد الميتافور اش كتعني. مثلا شفنا مجلس الاداره ديال ماتيل كله رجال، كذوب. البورد ديال ماتيل نص عيالات، وراه غير ميتافور. هذا راه فيلم سيلف اوير، يعني فيلم واعي بذاته. ماتيل هنا كتمثل المجتمع الابوي ولا السلطه الذكوريه، فاش مدير غادي يقول لهم ما نرتاحوا حتى نرجعوا هاد البنت للصندوق. واو على قصه ابداع. رباعه ديال الرجال الحمق دايرين السنفار تابعين باربي هربانه، علاش ما عرفت. راه ديال ميتافور. فاش المدير قال لهم رجعوها للكرتونه، زعما الذكوريه باغيه ترجع البنت للصندوق،
وهي شافت فيهم قالت لهم شحال هذه ما كنتش في شي صندوق. زعما راه عقليتكم قديمه. ابداع في الحوار. واش العيالات محقورين للدرجه؟ راه عايشين حياتهم طول وعرض اصاحبي. اش دور الضحيه اللي عايشين. المهم باربي مشات عند البنت اللي كتلعب بها على اساس تفرح بها. ساعه صبناتها دارت لها محاضره قالت لها انت اللي خرجتي على الفيمينيزم، خليتي البنات ما يرضاوش على راسهم بمعايير الجمال غير الواقعيه ديالك، ونشرتي ثقافه استهلاكيه فيها تشيء المراه وتركيز على الجسد ديالها. هادشي سمعناه في الفيلم بلا ما تبقى تعرض، راه شي تقال بوضوح، ما كاينش شي عمق ولا شي حاجه ديال تفهم من راسك. الفيلم كيبقى جالس حتى كيتحول المحاضره عامره بالمصطلحات ديال الفيمينيزم اللي الدراري الصغار ما يفهموا فيهم والو، ولاش كاينين اصلا. علاش غتركب على اشهر لعبه في العالم غير باش دوز ميساجاتك واجنداتك المسموم؟ واختيار فني يا صاحبي. الناس اللي صاوبوا هذا الفيلم كتبوا ونشروا افكار. دير انت فيلم ديالك ونشر فيه الافكار اللي بغيتي، حتى واحد ما حابس. لا اسمح لي، ملايين الدولارات تصرفات في هادشي، فلوس ما كيجيوش من فراغ. كاين ناس عندهم اجندات وهما اللي كيستيروا الاعلام في العالم. واش في راسك بلي الممثله مارغوت روبي هي مولات الفكره وهي من المنتجين وهي اللي جابت المخرجه ومشاو باش يقنعوا ماتير؟ وشنو زعما غير حيت مارغوت هي اللي اقترحات ما يكونوش موالين الفلوس انفلونساو القصه وبقاو تابعينها كيقادوا فيها حتى توافقات مع الاجندات ديالهم؟ اللي عنده الفلوس هو اللي كيحكم ساليا. وزيدوا دوك الاستوديوهات الكبار راه ما تحركش في هوليود بلا بهم، كيتحكموا في كلشي. وشكون اللي كيتحكم في الاستوديوهات؟ ما ندري. انا ما كتبانش لي اصلا كاينه شي حاجه خطيره هنا. لا كاسا دي بابيل تقل بزاف من باربي وما دارش على هذا الحال، حيت كاسا دي بابيل ما دايرينش فيه للاطفال، حتى هو سم في عسل، ولكن على الاقل للكبار. زيد كمل نشوفوا هذا الخطر اللي ما كاينش. المهم باربي كتهرب من ماتيل اللي باغيين يردوها بزز العالم ديالها، كتمشي تتلاقى مع البنت اللي كتلعب بها وكتديها معاها هي وامها للعالم ديالها. باربي كتدي معاها البنت امها، وفينا هو الاب؟ تغيب تام لدور الراجل في حياه هاد الام وبنتها. كنشوفوه في الدار جالس كيضيع الوقت ما كيدير والو، وغير كوميديا صاحبي. وكاين مليون فيلم كوميدي كيضحك بالعيالات، غير داكشي اللي جا في الهانغ اوفر بزاف ما فيها باس، حتى العيالات يضحكوا بيناتهم بالرجال في اطار كوميدي. شنو فيها هذوك العيالات ملي يكونوا مجمعين في شي طبله ديال الرفيسه شادين النميمه ديالهم، ماشي مخرجه اللي دايره فيها مثقافه وكتناقش مواضيع ديال المجتمع. ومخرجه مثقافه ما كيعنيش خصها تطلع النيفو حتى ما يبقى يفهمها حتى شي واحد، من حقها حتى هي دير كوميديا عاديه للناس عاديين. المهم باربي هي وديك الام وبنتها كيهربوا لباربي لاند، وكتبقى الاداره ديال ماتيل تابعه باربي. تخيل هما تابعينها باش يشدوها يردوها لباربي لاند، هي كتهرب وكتمشي لباربي لاند وكيبقاو تابعينها. علاش؟ الله اعلم. حيت الرجال حقاره بلا سبب. الكتاب فاش كيتعماو لهم العينين بالايديولوجيات كيبداو يخور، راه تابعينها حيت دات معها ناس حقيقيين خايفين لا توقع شي تخربيقات تما. التخربيقه اللي ما فسروش شنو هي، كسل في الكتابه اقل حاجه. كيرجعوا لباربي لاند كيلقاو كان ولا حاكمها هو والرجال، ردوها باترياركي، نظام ابوي ذكوري. اش هذا النظام الواعر عند العيالات اللي قدوا الرجال يديروا عليه انقلاب في 24 ساعه بين عشيه وضحى طيحوه. وباش حكموه قال لك داروا غسيل الدماغ للعيالات، يعني الرجال حاكمين العالم غير حيت دايرين غسيل الدماغ للعيالات، ماشي حيت خدامين الليل ونهار اصعب الخدامين، فوق في البنايات تحت القوادس المناجم وسط البحر باش الناس اللي مرتاحين يبقاو مرتاحين. ملي كيتقطع الضوء ولا طرا شي كارثه ولا تشعل العافيه اش كيديروا الناس؟ وامتى يطفيو العافيه؟ وامتى يرجعوا الضوء؟ ما عارفينش شكون اللي كيطفي العافيه، ما عارفينش شكون اللي كيرجع الضوء، ما عارفينش شكون اللي واقف في الحدود شاد العدو، ما عارفينش شكون اللي كينشر الكابليات ديال الانترنت تحت البحر. نحيدوا الرجال نشوفوا شيطره، حتى واحد ما قال نحيدوا الرجال. هذه قصه رمزيه وسط عالم بسيط ديال الالعاب. عالم بسيط ديال الالعاب غادي تقول فيه الممثله مونولوج طويل على الباترياركي، هاد الكلمه اللي تعاودت مليون مره في الفيلم. لا، المونولوج كان على التوقعات المتناقضه اللي عند الراجل على المراه. ما تقدرش تنكر بلي هذه القضيه كاينه. التناقضات كاينه حيت المراه متناقضه مع راسها. شوف كيفاش هاد الفيلم ما فاهمش حتى راسو. تخيل قال لك مورا 48 ساعه الرجال غيمشيو يصوتوا على الدستور الجديد. ياك هما اصلا اقليه في باربي لاند، علاش غيصوتوا؟ ما غيربحوش التصويت. وياك اصلا خداو السلطه وداروا انقلاب، علاش محتاجين التصويت؟ السلطه عندهم صافي. ودابا هذا بزاف ديال التحكار، ما راه غتبدا تقلب على اللوجيك ما تلقاش. هادشي كامل غير لدواعي القصه باش تبوكلا وباش تكمل هذيك الرمزيه اللي بغاو يوصلوا. كملوا في الرمزيه. الطريقه اللي داروا باربيات باش يغلبوا كينز هي يتصاحبوا معاهم ومن بعد يبدلوهم، كل واحد مصاحبه مع شي واحد باش يتصاحب مع الاخر باش يشعلوا فيهم الغيره ويضاربوا مع بعضياتهم. تبارك الله على النظام الامومي الخطير، تبارك الله على الاستراتيجيات ديال الميترياركي. باش العيالات يحكموا خصهم يخدموا الكيد ديالهم، خصهم يكونوا حاشاكم. لا الا ماشي بعيد يدمروا الاسره ماشي مشكل، اصلا ما محتاجينش الرجال في حياتهم نهائيا. الا لاحظتي هادشي داروه في اطار واحد العلاقه كيسميوها الكنز لون تيرم ديستانس لو كوميتمنت جيرلفريند، يعني علاقه نص خفيفه بعيده ما فيهاش بزاف ديال الالتزام، كيف ما كيبغيو الدراري باش ما يتحملوش المسؤوليه بزاف. كنظن هذا انتقاد لهاد المساله هذه، وانتقاد للدراري اللي فيهم ترطيه بزاف. هذاك ديال اجي نعلمك اجي نوريك اجي كذا، حتى الدراري فيهم واحد التبريش. من بعد كيضاربوا كنز مع بعضياتهم، وباربيات كيستغلوا الفرصه كيمشيو ويبدلوا الدستور وكيرجعوا الحكم بلا 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 بلا.
هنا الواعره كينهار بالبكاء عند باربي، كيقول لها وجودي مرتبط بوجودك. كتقول ليه لا، خاصك تمشي تكتشف راسك، ماشي ضروري تكون معايا. يعني صافي من هنا لقدام نعيشوا في مجتمع مثلي، يكتفيو الرجال براسهم ويكتفيو العائلات براسهم، ما عندنا ما نديروا لا باسره لا حتى شي حاجه. طالما المراه مستقله براسها، الراجل خضره فوق طعام، يقدر ما يكونش اصلا. علاش ما تقولش هذه فرصه فين الرجال يتخفوا حتى هما من الاعباء اللي فارض عليهم المجتمع. غتلاحظ في الاخر تعطاتهم مساحه، يعني اللقطه ديال المضاربه، هذيك النمره ديال الغنا والشطيح اللي داروا من بعد البكا ديال كان، انا كيبان ليا تسلط الضوء هنا على الذكوره السامه اللي حتى الرجال مضرورين منها، ما يقدوش يبكيو، ما يقدوش يضعفوا، ما يقدوش يقيسوا بعضياتهم، غيتفهموا غلط. غتلاحظ انهم في الاخر بداو كيتعانقوا، وحتى مجلس الاداره ديال ماتيل جا حتى هما ارتاحوا. ربما هذا هو السبب علاش تبعهم تما باش نشوفوا الرياكسيون. واخا وعلاش فاش جا واحد في الاخر طلب من الرئيسه قال لها ديريني قاضي في المحكمه العليا، قالت لي لا 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 ما يمكنش، غتكون قاضي صغير في محكمه صغيره. واخا واش ماشي هنا بدلوا نظام ابوي شمولي بنظام امومي شمولي حتى هو؟ فين هي الديمقراطيه والمساواه اللي كيطالبوا بها؟ وعلاش ما تفكرش بلي باربي لاند بحال شي عالم موازي فين كاينه السلطه الكامله للعيالات؟ وهنا الفيلم كيعطيك مقارنه، كيقول لك حط راسك بلاصه العيالات في العالم ديالنا، الا حتى انت درنا لك بحال هكا واش يعجبك الحال؟ ما عرفتش واش انت بريء ولا فيمينيست اكثر من الفيمينيست. ما تدافعش على شي حاجه ما عندك فيها لا ناقه لا جمال صاحبي، خلي الفيمينيست يهضروا على راسهم. نسيت، ما كايناش ريفيورا ديال الافلام بنات في المغرب ما عندهمش مع السينما. كاينين ما باينينش، كنتمنى حتى هما يتشجعوا وبداو يبانوا. الا كان السينما ديال العيالات غتطلع فين بحال هاد باربي هذا بلاش. المهم باش نكملوا، باربي قررت تولي انسان، ما تبقاش مونيكا، ورجعات للعالم الواقعي. وهذا اكبر دليل على ان داكشي اللي وقع في باربي لاند ماشي هو الحل، حيت خلاته ورجعات للعالم الواقعي. كنشوفوها لابسه هاد المره صنداله بلا، ماشي الطالون اللي كان مفروض عليها قبل، ولكن الطالون كيبقى زوين، الا كانوا رجلين زوينين حتى صنداله مزيان. وكتمشي باربي تشوف جينيكولوج اول مره، وهذه هي اخر لقطه. اخر لقطه كيسالي بها الفيلم فيها ميساج ديال تقدر تبدل جنسك، تقدر تختار شنو باغي تكون. ما كنظنش هذا هو الميساج. درجه مونيكا هنا قالت I identify as human، كنحس براسي بغيت نولي بنت عندها عضو ولات بنت عندها عضو. ما كنظنش هذا هو الميساج، هي ما قالتش بغيت نولي بنت، هي قالت بغيت نولي انسان، ما بقاش شيء. بغيت نكون انا اللي كنصنع ماشي انا المصنوع، بغيت نكون انا اللي كنفكر ماشي انا هي الفكره. يعني هذا ميساج ضد التشييء ديال المراه ومع انها تكون فاعله في المجتمع. المهم انا ضيعت ساعتين من حياتي في هذا الفيلم وانا استمتعت بساعتين ديالي. الفيلم مفتوح للانتربريتاسيون، كل واحد كيفاش يشوف. المهم